مين ما بيحبش المكرونة النجريسكو؟ المكرونة اللي دايبة كده في صوص أبيض كريمي ومليانة أطعمة كتير من الفراخ والخضروات وعاملة كده ميكس رهيب. هنعمل مع بعض مكرونة النجريسكو بتاعة المطاعم من غير خطوات معقدة ومكونات بسيطة جدا. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو منكم، بيفرق معايا جدا. يلا نشوف المكونات والطريقة بتاعتنا. أول حاجة هنبدأ بيها وهي تتبيلة الفراخ. عندي هنا صدور من الفراخ متقطعة مكعبات، هقطعها مكعبات متوسطة الحجم، ما تبقاش رفيعة قوي عشان ما تنشفش مني، وكمان تبقى طعمها حلو كده وباين في المكرونة، يعني بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده. هبدأ انزل عليها بالتوابل. انا هنا مستخدمة نص كيلو من صدور الفراخ، ممكن تستخدمي كمية اقل، يعني ممكن تعمليها بربع كيلو بس لو انتي عايزاها تبقى اقتصادية شوية مفيش مشكلة، ولكن هتقللي معاها كمية البهارات اللي هتحطيها. انا هنا عشان مستخدمة نص كيلو هحط معلقة صغيرة، لو انتي هتستخدمي ربع كيلو او كمية اقل شوية هتحطي نص معلقة صغيرة. هنزل بمعلقة صغيرة من البابريكا والزعتر، هنزل كمان بمعلقة صغيرة من البصل البودر والثوم البودر، هنزل بنص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود. انا ما كترتش الملح علشان هحط في الحشوة بتاعة المكرونة زيتون، فمش عايزة تبقى الحشوة حادة قوي، لكن لو انتي ما بتحبيش الزيتون او مش هتحطي زيتون زودي شوية ملح كمان. هنزل كمان بمعلقتين كبار من زيت الزيتون، وممكن زيت عادي لو مش متوفر عندك زيت زيتون، وهنزل كمان بمعلقة كبيرة من الخل. هقلب بقى التتبيلة دي كويس جدا في الفراخ لحد ما قطع الفراخ كلها تتغلف بالتتبيلة، وهغطيها وهسيبها في التلاجة. يفضل ان احنا نعمل التتبيلة من بالليل علشان يبقى طعم الفراخ حلو في المكرونة. لو انتي مستعجلة ممكن تشتغلي على طول او تسيبيها ساعتين 3. انا بالنسبه لي سبتها لتاني يوم، وتاني يوم بدات ان انا اشتغل في الوصفه بتاعتي. في طاسه على النار نزلت بمعلقه كبيره من الزبده، واول ما الزبده ساحت كده والطاسه سخنت كويس نزلت بقطع الفراخ. لازم الطاسه تكون سخنه معايا علشان الفراخ ما تنشفش كده وتنزل ميتها وتفضل محتفظه بالميه بتاعتها. نزلت بقى بالفراخ كده في الطاسه وبدات ان انا اشوحها كويس جدا واتاكد ان كل قطع الفراخ بتاعتي خدت اللون الحلو ده. بعد كده هشيل الفراخ وهسيبها في طبق على جنب، وفي نفس الطاسة هنزل بمعلقة كبيرة من الزبدة وهستنى كده الزبدة تسيح، وبعد كده هنزل عليها بشرايح من المشروم. طبعا انا مستخدمة مشروم فريش ومقطعاه شرايح. هبدأ انزل بشرايح المشروم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده واديله تشويحة لحد ما يدبل. طبعا المشروم اول ما بتنزلي بيه بتحسي ان هو كمية كبيرة، لكن اول ما بيتشوح يعني حجمه كده بيقل والكمية بتاعته بتبقى قليلة جدا. فهبدأ ان انا اشوحه زي ما انتوا شايفينه كده في الزبدة واتأكد ان هو استوى وخد لون حلو بالشكل ده. بعد كده هنزل عليه بقطع من الفلفل الالوان. انا مستخدمة فلفل احمر واصفر، ممكن تستخدمي اي فلفل يعني انت بتفضليه. لو ما عندكيش فلفل الوان ممكن تستخدمي فلفل اخضر عادي، وممكن تستغني خالص عن خطوة الفلفل لو انت مش بتحبيه في المكرونات، لكن بصراحة الفلفل الالوان بيدي طعم حلو قوي. حطيت كده رشة زيت عشان حسيت ان الطاسة بتاعتي نشفت شوية، فاديتهم كده رشة زيت، وكمان هيدي لمعة حلوة للخضار. اول بقى ما لقيت كده الفلفل دبل زي ما انتوا شايفين هطفي بقى على الحشوة بتاعتي وهنزل بقطع الزيتون. انا مستخدمة زيتون اسود، ممكن تستخدمي زيتون اخضر لو انتي بتفضليه اكتر. اديتهم بقى تقليبة مع بعض، وهنزل عليهم بقطع الفراخ اللي سبناها على جنب واديهم تقليبة كده عشان كلهم يمتزجوا مع بعض. وهسيب بقى الطاسة بتاعتي دي على جنب، وهنروح بقى نسلق المكرونة. في مية مغلية هنزل بمعلقة صغيرة من الملح واديهم كده تقليبة، وبعد كده هنزل بكيس من المكرونة الاسباجيتي، واول ما تبدأ تطرى هنزلها كده بالراحة في المية كلها. وممكن تستخدمي المكرونة البنة لو انتي بتحبيها اكتر. واول ما تتسلق معايا واتاكد ان هي استوت هطلعها في مصفى وهسيبها على جنب، وهنروح بقى نعمل صوص النجريسكو الابيض الكريمي التحفه ده. في طاسه هنزل بمعلقه كبيره من الزبده وشويه زيت، واول ما الزبده تسيح هنزل ب3 معالق كبار من الدقيق وهديهم كده تقليبه مع الزبده والزيت لحد ما يتحمصوا ولونهم يبقى ذهبي كده وكريمي زي ما انتوا شايفين. بعد كده هنزل عليهم بلتر من الحليب، يفضل
يفضل طبعا ان الحليب يكون ساقع من التلاجة علشان الدقيق ما يكتلش معايا في الحليب. ايد بتنزل بالحليب وايدي التانية بتقلب الدقيق. لو لقيتيه كتل منك او حسيتي ان هو في كلاكيع كده من الدقيق، ممكن تديله ضربة بالهاند بلندر، هيرجع يفك ويبقى كريمي عادي جدا. زي ما اتفقنا ايد بتصب الحليب وايدي التانية بتقلب الدقيق. بعد بقى ما خلصت كل كمية الحليب والقوام بدأ يتقل معايا، هنزل بمثلثين من الجبنة النستو وهديهم تقليبة لحد ما يدوبوا، وبعد كده هنزل بشوية من الجبنة الموتزاريلا او قطعة كده صغيرة من الجبنة الموتزاريلا، وبرضو هديهم تقليبة كده علشان يدوبوا في الصوص بتاعي. طبعا الجبن اختياري، ولكن هي بتدي قوام حلو بديل للكريمة وبتدي نفس الطعم الغني بتاع الكريمة. لو انتي مش هتستخدمي كريمة حاولي ان انتي ما تستغنيش عن الجبنة النستو، او ممكن كمان تستبدليها بمعلقة كبيرة او معلقتين كبار من القشطة. كمان خلي الصوص بتاعك يكون خفيف مش تقيل خالص، لان احنا مش بنعمل بشاميل، احنا بنعمل نجريسكو، فالنجريسكو دايما الصوص بتاعها بيبقى كريمي كده وخفيف مش زي البشاميل خالص. فاول ما توصلي للقوام اللي هو يا دوبك بس الصوص بدأ يتقل، هتطفي النار عليه. كده كده كمان هو لسه هيتقل معانا في الفرن. هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، واديهم تقليبة كده في الصوص. بعد كده هرجع للحشوة والمكرونة اللي احنا كنا سايبينهم على جنب، وهنزل عليهم بالصوص اللي عملناه واديهم بقى تقليبة كده كلهم مع بعض علشان كلهم يمتزجوا بالصوص كويس ويشربوا من طعم الصوص. طبعا مش هننزل بكل كمية الصوص، هنسيب تقريبا ربع الكمية كده على جنب علشان نغطي بيه وش الصينية. بعد بقى ما كل المكونات امتزجت مع بعض، هنزل بيهم في الصينية اللي انا محضراها علشان ادخلها الفرن، وهغطي سطح المكرونة بباقي الصوص اللي احنا سبناه على جنب، وهغطي وش الصينية بالجبنة الموتزاريلا بالشكل ده كده. هدخل الصينية بتاعتي على فرن سخن على درجة حرارة 180، هسيبها بس 10 دقايق. المكرونة بتاعتنا كل مكوناتها مستوية، فمش مستاهلة ان انا اسيبها وقت طويل. انا هحطها بس 10 دقايق، مش عايزة اطول عليها علشان المكرونة ما تنشفش وتشرب الصوص بتاعها، واحنا عايزينها كده تبقى كريمية وغرقانة في الصوص، فمش هنطول عليها. بعد 10 دقايق اطفي عليها الفرن واشغل الشواية دقيقتين بس تاخد وش من فوق. وكده صينية المكرونة بقت جاهزة معانا، دايبة وكريمية ولذيذة قوي، طعمها بجد يخطف القلب. اتمنى ان يكون فيديو النهاردة عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير. كان معاكم إسراء، سلام.